لجماعة الإخوان المسلمين والتي يرأس مجلس إدارتها جمعة أمين نائب المرشد العام. هذا وقال محامي المدرسة إن قوات الأمن اقتحمت المدرسة فجر اليوم وحطمت جميع الغرف المغلقة واستولت على عدد كبير من أجهزة الكمبيوتر ومبالغ مالية. قال السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية إنه تم العثور على جثتين من المصريين الذين فقدوا جنوبي طبرق داخل الأراضي الليبية. وأضاف عبد العاطي أن الشخصين ماتا عطشا وجاري التعرف على هويتهما. من جهته قال العقيد علي ذكري نائب رئيس الغرفة الأمنية المصرية الليبية المشتركة في طبرق قال للجزيرة مباشر مصر إن 10 مصريين نجوا من الموت، مشيرا إلى توقف عملية البحث بعد مسح المنطقة الجوية أكثر من مرة. لم يتم العثور على أي جثث أخرى، ولكن هذا يعطي إشارة إلى أن لا يوجد موت أكثر من الفردين فقط. القرائن تدل على أن الجثث الموتى لا يزيد عن فردين. المعلومة الأخرى أن تم العثور على 9 أفراد من قبل الصيادين وتسليمهم لمكتب الهجرة الغير شرعية البيضاء، هم أحياء. تقدم اتحاد الإذاعة والتلفزيون بطعنين أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ضد الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإداري أول درجة بوقف وغلق قناتي الجزيرة مباشر مصر والحافظ، وذلك لعدم